السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا رب أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز ونحن الأذلاء. قدرتك قاهرة ومشيئتك نافذة، لا يغلبك غالب ولا تنقصك المطالب. نحمدك ربي بجميع محامدك ما علمنا منها وما لم نعلم، ونشكرك يا رب على فضلك وجزيل عطائك ما علمنا منه وما لم نعلم. وعلى كل حال يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. أعددت لكل حول لا إله إلا الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل هم وغم ما شاء الله. لن يغلب الله شيء وهو غالب على كل شيء. يفعل الله ما يشاء.
إله إلا الله. العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا باعث الواحد الديان، يا هازم الذنب والطغيان، يا رافعا صوت العدالة عاليا، ومؤذنا في الناس بالقرآن. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت المسائل وما لاحت على الايدي الحمائم. اما بعد، فيا اخوان المسلمين، نتكلم في هذه الجمعه عن محاسبه النفس. وقبل ان اتكلم عن محاسبه النفس نعرفكم ما هي النفس. النفس تشمل الروح والجسم، يعني جسم بلا روح مش نفس، روح بلا جسم مش نفس. النفس مكونة من الروح والجسم. والشهيد حسن البنا قال الإنسان مكون من عنصرين، عنصر ظلماني وعنصر نوراني. العنصر الظلماني وهو الجسم من الطين، والعنصر النوراني الروح وخلقت من النور، اللي قال فيه ربنا للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا مين؟ إلا إبليس استكبر. أسجد زي ما قالوا في القرآن ربنا قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا من نار أسجد الطين ده؟ قال له أستكبرت كنت من العالين. أنت في نفسك كبر عشان الكبر ده يواجه تاني. عم يقولوا الجماعة المحققين يا منتهى الكبر هو الكبر علامين. الكبر خطط ناس كانوا علماء وعلامين. اوعى الكبر. رب يقول ايه؟ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين. سيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول عجبا عمال يتعجب عن يتكبر. يا ابن آدم تتكبر وأنت أولك نطفة مزرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين هذا وذاك تحمل في بطنك العذرة. طعام والطعام عارفين حاجة دول بيختمر جوه يطلع ريح وريحته ما تتجبعش وينقض الوضوء، والمية حلوة وتشربها تطلع ونسأل الله العافية محدش يحب يشمها. اتحللت بقت كذا كذا. يقول لا البول ينقض الوضوء والريح ينقض الوضوء. ايه السر في كده؟ طب ما كان الرجال مش لما يطلع لا ريح ولا ميه. انا كلامكم بامر الله. عنده قال له ما تاكلش من الشيء اللي وراح واكل خالف امر ربنا اتحرك البطن عايز يطلع ريح وعايز يصيح فوق. قال له بس اقعد اتكل على الله ابدا فإن لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يبقى أنت بنفسك دي في نفسين، نفس مطمئنة ونفس أمارة، نفس لوامة ونفس شريرة. دي تحب الخير ودي تحب الشر، دي تحب النفع ودي تحب الضر. سيدنا يوسف عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفع على النفس ما أبرر نفسي ما سيبهاش. وكانت زليخة بنت العزيز عايزاها كذا كذا قال ما أبرر نفسي ليه؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. موسى السامري لما موسى بن عمران وصار إلى ميقات كلام ربنا ورجع لي عم العيد وعم يعبد العيد قال له ايه يا هارون ما منعك الا تتبعنا افعصيت امري؟ قال يا ابني وصفه دبنه بالراس. قال لا
إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم تلقوا القول. أنا قلت لك عملت إيه؟ قال فما خطبك يا سامري؟ أنت عملت ده؟ قال بصرت بما لم يبصر. حاجتني على وجهه، عملنا عجل ذهب يخش فيه الهواء هنا وهنا زي ما قالوا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قال له إيه؟ فأخذت من قبضة من أثر الرسول وربع جمال عجل فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وسيدنا يونس لما اخوته عبروا مع العالم قالوا في الجو او يعقوب قالوا ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. يا سلام، شوف سيدنا يعقوب العمليه دي مش واسع، دي النفس. موسى بن عمران قال لموسى السامري ايه اللي انت عملت كذا؟ فنبذتها صورت لي نفس. وبعينه سيدنا موسى في سورة البقرة يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وربنا قال في القرآن سيدنا الرسل موسى ويعقوب وآدم خليهم مع ربنا قال إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. سواها وعدلها وقال لك التقوى هي ودي هي المعصية. الجانب الحتري اللي قال فيها الشاعر هما محلان ما للمرء غيرهما فاختر لنفسك أي الدار تختار. تعال تختار الجنة هي والنار هي. واحنا عارفين اللي بيروح السوق بكره سوق مالة ولا سوق صنم ولا سوق سمنود، ان كان ببهيمة ان كان مش عارف ايه يحاسب روحه انا واخد قد ايه، لا يشتري ولا يبيع يوزن البهيمة بتبقى عشان يشوفها لما يغشوني في السوق يوزنها ودي كان مش عارف الطار ودي تطلع الكيلو كذا انا وبتاع الغله دي كان ارتب اللي انا موديهم السوق والارتب ب 160 ودي 150 ما ينفعش يبقى ده ناقص العين 160 الكيلو. كل واحد عم يحاسب عشان يقول شيء واللي رايح مسافر بره الجواز والبطاقه ومش عارف ايه كل واحد عميم بيفسد. طيب زي ما انت بتعمل حساب للسفر وللسوق وللقطر الساعه كام؟ الساعه كذا لا استناك. يا ترى عم تعمل مع ربنا اجيب الجامع استنى الصلاه ما نجيش غير اخر حاجه للصلاه. ولذلك ربنا قال في القران واذا ناديتم الى الصلاه المؤذن نادى اتخذوها الخطيب. والله العظيم كنت في السبعينات مع الشيخ عبد الحميد كشك في دير الملاك الساعة 8 بقعت هو الله يرحمه 8 و11 كان في الجامعة ما جاب أحسن الناس تركب بعضيهم بالزحمة. إحنا هنا الجوامع سبحان الله العظيم ما تقبليش بعد الخطيبة. أنت مش عارف بأن ربنا قال اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مش تيجي تطلع الخطبه بس لا ده في السعوديه انا خدت سنه في الرياض مدرس في كليه المعلمين كنت رايح اصلي الجمعه زي كده من الساعه 11 تبقى مدفوق من البلد اللي جبنا ناس ايه كويتي عراقي ليبي اردني سوري مش عارف ايه اي شيء وكله ماسك المصاحف حتى الامام السلام عليكم تاني الاولاد الصغيره تلم المصاحف جاء ما فيش حد يخش تاني بعد بقى الامام السلام عليكم الامام يخش وفي ناس عم تخش زي منين؟ انت مش عارف بان الملائكه قاعدين على الباب اللي يخش يكتبوا الاول فالاول والثاني فالثاني. فشوف لما يكون في مسابقه كده في الجغرافيا ولا في الازهر العالم يتكاثر عليها ويسارع
الحجار قد ما شد يغصبك في الأول لما يكون في قدر المفتر عشان تقعد جنب الناس بيزوروا الزحمة بيضحك على الماكل تلاقي الصفوف مزدحمة أنا بشوف في المدينة وفي القرى أروح أبص اللهم صل على يريد الجنة لما يصير كده ولذلك ربنا قال في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تقول يا ما بيقول يا رب يا غير الحال حول الحال نصر الحال كل جمعة ولكن واحد يقول لي مش ينفع الدعاء عليه يا مولانا عمال تقول قلت اصلي سيد عائشة قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون هل هي تصدق؟ قال نعم إذا طم البلاء إذا كنت البلاء يعني معك حالة قد كده تمسك الشكل بالصوابع وتحطها تعملي في المنزل ولا كأنها حكيت مش كده ولا ايه؟ براد وحطيت فيه بعد الصوت تعمل ايه؟ مش هتأثر لازم زي ما احنا عمالين نعبد على حساب الجبل وعلى الاسواق وعلى الكوره تلاقي المرص اللهم صل على النبي القهوه مليانه قبل ما يدور لا اله الا الله وربنا يقول كده انما الحياه الدنيا لعب كلام فاضي وله وزينه وتفاخر وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل قيس الانسان اعجب الكفار نبات الفراح ثم يهيج وبصدق نتعاش في السنه الجبهه حمال الدين فتراه مصفرا يسافر هناك الجحر مطار ثم يكون حطام صلى الله وصلى على النبي ايه صحه حلوه وكتاب مليان وشعر حلو وحلاقه حلوه ويلمع بزي ويحلق وياخد كمان دول وشويه دول يا عم هيطلع في الصبح هيطلع ايه سبحان الله العظيم شوف الشعر يقول يا خادم الجسر شوف المدد حلو فيه شوف الجلبيه حلوه فيه واللي يفسر في مطرمته محطه واللي يفسر في السوق يقول يا استاذ حطيت 150 200 جنيه 300 جنيه والله الواحد يقول لك هروح على البلد كده مش عارف على الجنة 700 جنيه 1000 جنيه يعني هديك بصراحه يا خادم الجسم كم تشقى لخدمتي اكل وشرب ولبس اتطلب الربح مما فيه خسران اقبل على النفس واستكمل فضائلها فانت من نفسك بالجسم انسان المحقق يقول ايه بيعوا النفوس لربكم نبيع لمين يا رب فين العهد سورة التوبة إن الله اشترى المؤمنين يبقى المشتري مين؟ رب وانت البالغ أنفسهم وأموال الثمن ايه؟ كم مليون كم مليار دي مش بفلوس بأن لهم الجنة واحد يقول ايه سعودي يا سلعة الرحمن لست رخيصة على الجنة بل أنت غالية على الإخوان يا سلعة الرحمن سوقك كادس لما عرضت بأرخص الأسمان يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعمل ما شئت كما تلي وتدان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واسع رحمته وفضله اشهد ان لا اله الا الله الرحيم الرحمن اشهد ان سيدنا محمدا جاء بالاعجاز الواضح البرهان اللهم صل وسلم وبارك عليه كما امر الله ولقد قال صلى الله عليه وسلم خطيبا بين اصحابه يا ايها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم وان لكم نهايه فانتهوا الى نهايتكم إن العبد بين مخافتين خايف على حياتي إيه؟ أجل
مضى لا يدري ما الله صانع به. يعني انا عندي 70 سنه مش عارف اعمل فيها زي اللي سلم الجهد للحكومه، مش عارف سكيت ولا جود، كانوا يقولوا فيها كم صليب كم حلقه، بطل كنت ضعف ده يتكل على الله، والفول غار يتكل على الله، ما جابش غير حبه الجبهه الرضيعه بس عشان البهائم والكلاب عملوا معاه اللي قال فيها سيدنا النبي حديث قدسي، اللفظ من عند النبي والمعنى عند لولا اطفال الرضع هيلعب بتشرب البيزا بالمهزه وشيوخ الركع 70 سنه و80 سنه كبير مش قادر يمشي غصب عنه وبهايم الرضع بهايم عم تاكل تشرب من هافه الدمع ميته. يا الله لصدقنا عليكم العذاب صبا. يا سلام وربنا يقول وما ظلمناهم ما ظلمتهمش ولكن كانوا انفسهم يظلمون. في نفس بخيله على رب يقدر الفجر ويقول تعبان مش قادر يقول طفت له حاجه كده ينط زي البوت، قول له في حريقه تنقل بيه البيت ولع يجري زي الجيل ليه لا يروحوا عليك روح. انما عند ربنا الصلاه عنا والله العظيم اعرف ولا شاب عندنا في قريتنا طول الجامع لو ابوه مات بيتفلوس في الباص شغال ده كلام بطل. لا اله انا اعرف 100% مش 90% 100% لو هو ابوه ولا مات مش شايفينه لما ينتهي الباص. يا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ان من البر اللي قال فيها ربنا ليس البر ان تولوا الوجوه قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حقه ولع المال من جيبه. في ناس بخيله من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اذا ربنا مش عنده شح الناس. يا سلام لا اله الا الله. والنبي يقول كده اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم واتقوا الظلم فان الظلم اهلك من كان قبلكم. يا سلام. فتلك بيوتهم خاويه مش بس بما ظلموا الباقي اسمها يسموها في اللغه العربيه باقي السببيه بسبب ما ظلموا. ايوه لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا. كان الفعل انا اقدر اخليك تلف حول نفسك زي التبوه. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم ينتبه يدعو عليك وعين الله لا تنم. اللهم اصلح هذا البلاد والعباد. اللهم اكفنا شر الظلم والفساد. اللهم اقبلنا بصالح العمل واكفنا شر الزلل واحسن لنا نهايه الاجل. اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا واغفر واهلك اعداءنا. ثبت اقدامنا على صراطك المستقيم. اكفنا شر الهم والغم والكرب العظيم. اللهم احينا على الايمان وامتنا على الايمان واحفظنا من شر الانس والجان. نسالك الامن في البلد والاصلاح في الولد والعافيه في الجسد والوداعه بالاخلاق والسعه والبركه بالارزاق. فك اسرنا تولى امرنا ارحم ضعفنا احسن خلاصنا. اكثر من الصلاه والسلام على حبيب ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وذل الابصار وضيائها وعافيه الابدان وشفائها. وفق الله ولاة امور المسلمين ما فيه خير البلاد والعباد. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة